السلام عليكم أصدقاء قناة الورشة، أهلا بيكم في لقاء جديد وفيديو جديد. النهاردة معانا فكرة جديدة جدا هنعرضها على حضراتكم، ألا وهي كبس جلبة نحاس فسفوري داخل ثقب ترس. اصبر وهتشوف حاجة جديدة ما شفتهاش قبل كده. ايوه عارف. بس انت كمان اوعدني انك هتضغط لايك وهتدعم قناة الورشة اللي بتقدم لك كل جديد، مش هتنفض وتفتح الهويس والكلام يخش من هنا يطلع يجري من الناحية التانية. انا عايزك كمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو انبسطت من الفيديو قول لنا في التعليقات، بالله عليك ما تخبيش وتكتم في قلبك. فض يلا بينا بقى بسرعة ندخل في الموضوع ونشوف الفيديو. دلوقتي احنا هنخرط القطر الخارجي بتاع الجلبة اللي عليه تجاوز الكبس، وده من الاخر كده هنسيب فيه نص ملي زيادة عن ثقب الترس اللي هيتشحط جواه. هتقولي ليه؟ هقولك اتقل تاخد حاجة نضيفة. نتقب بقى ونعمل حسابنا في بنطة أقل من مقاس الثقب النهائي، علشان لازم نخرط الثقب بتاع الجلبة بعد عملية الكبس لضمان رفة سليمة أولا، ثانيا لضمان استدارة سليمة في الثقب. يعني لو الكبس عمل بيضاوي في ثقب الجلبة النحاس احنا بنعدله بالخراطة. نيجي بقى لثقب الترس، بنعمل فيه مجرة خابور زي كده، ودي ليه؟ تعال نكبس الجلبة جوه الترس الأول وانت هتعرف ليه. شايف حضرتك الجلبة النحاس وهي بتتكبس جوه ثقب الترس زي ما يكون اتخرطت؟ شايف كمية الرايش اللي طلعت؟ وده عشان اولا سايبين تجاوز كبس نص ملي، ثانيا تجاوز الكبس ده لم يؤثر بالسلب على الجلبة النحاس، يعني لا اتشرخت ولا اتكسرت ولا جرالها اي حاجة، لكن تجاوز الكبس الكبير ده زائد مجرة الخابور اللي اتعملت في ثقب الترس قبل ما نكبس جواها الجلبة عمل لنا ايه بقى؟ عمل لنا خابور من نفس جسم الجلبة النحاس داخل مجرة خابور الترس زي ما حضرتك شايف كده، وده هيدعم الجلبة النحاس وهيخليها ثابتة في مكانها. ده اولا. ثانيا مش ممكن الجلبة دي هتلف جوه ثقب الترس في يوم من الايام، يعني جلبة نحاس ولا كلمة. احنا عملنا التجربة دي قبل كده بس الجلبة كانت زهر، وواحد من أصدقاء قناة الورشة طلب مننا نعيد التجربة لكن نخلي الجلبة اللي هنكبسها نحاس مش زهر، واحنا ما نقدرش نتأخر على أصدقائنا وحبايبنا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.